بعد 10 دقايق دخلت عربية النقل التانية بقيادة عم زنج اللي ابنه مات قبل كده بسبب نفس الفخاخ واتسرقت بضاعته. كبير القرية لمح العربية وقال بفرحة: النهاردة الحظ واقف معانا. حسب الخطة عم زنج وقف العربية في الساحة وعمل نفسه تايه. بعدها بلحظات الشباب طلعوا فوق العربية وقطعوا الغطا وظهرت صناديق ومشروبات غالية كلها مشروبات. عم زنج مثل الخضة، لكن كبير القرية قال ببرود: سيب العربية وامشي أحسن. فنزل عم زنج ومشى، وأهل القرية فضلوا يهللوا وهم بينقلوا الصناديق. لما الليل دخل أكتر من 10 ترابيزات اترصت في حوش كبير القرية. تقريبا كل أهل القرية كانوا موجودين. الأكل والمشروبات ملية المكان، وكبير القرية رفع الكاس وقال: بقالنا سنين في الشغلانة دي وعمرها ما خيبت. أنا وعم سام وعم زنج وباقي الأهالي المظلومين كنا مستخبيين في عشة ورا الحوش، وكل واحد ماسك كاميرا بيسجل. في الحوش الناس كانت بتاكل وتشرب بجشع. الشاب اللي أكل الأخطبوط الني كانت شفايفه مزرقة، لكن محدش لاحظ. كبير القرية نفسه كان بياكل بنهم ويقول: الطعم رهيب. أما الراجل العجوز فكان رافع كاسه بفخر: 30 سنة وأنا بعمل كده وعمري ما غلطت. مع الوقت الغنى والضحك عليه، لكن فجأة الشاب مال على الترابيزة ونفسه بقى ضعيف وسريع. بصيت في ساعتي، 4 ساعات عدوا من أول ما أكل الأخطبوط الني. رفعت الكاميرا وثبتها على الوشوش دي. العرض الحقيقي كان لسه هيبدأ.